السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة عرفت ليه كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حرفيا يا جماعة، ده كان في واحد بيحكي بيقول: أنا كنت بطلع من الجامع أعمل ذنوب. حرفيا يا جماعة إن الواحد ممكن سبحان الله يكون مصلي الفجر وبعد كده يوقع في ذنب خطير، سبحان الله تلاقي الشيطان داخلك من مدخل رهيب. حرفيا ان الانسان زي ما بيقولوا يبات مؤمن ويصبح كافر. ويعني ويتقلب في تقلب في القلب. القلب سمي بالقلب لانه متقلب الاحوال. فسبحان الله، وكان سيدنا النبي بيعلمنا هذه الدعوة العظيمة اللي عايز كل واحد يحفظها ويرددها: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الانسان بقول لك يا جماعة قد يمسي مؤمن ويصبح كافر، او يصبح على معصية وعلى ذنب بعد ما كان بيعمل يعني حسنات كتير وأعمال صالحة كتير. لذلك قد إيه الدعاء ده عظيم، وقد إيه سيدنا النبي علمنا إن هو يكون دائما على لساننا. يا جماعة أكدوه وانشروه وقولوه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب العالمين.